كرة محكوسة عالية ومضروبة بالراس وخطيرة أمام المرمى، يصدها معز محجوب، فرصة خطيرة وتعود لنجم الدين، محكوسة أمام المرمى، جول! الهدف الأول من راسية في المرمى، الهدف الأول لصالح فريق المريخ من سعيد السعودي. اتعكست الكرة صدها معز محجوب، اتلعبت في المرمى. شوف نجم الدين عكسيته داخل منطقة الجزاء، مرت الكرة سعيد السعودي يلعب كرة في المرمى، سعيد المدافع يسجل الهدف الأول في هذه المباراة في الدقيقة 27. كرة عكسية مرت من معز محجوب وقابلها سعيد السعودي، ومخرج المباراة مجدي خضر مبيوع وبكر الشريف يتفننوا على الهدف من كل الزوايا من كل الكاميرات. كرة محكوسة داخل منطقة الجزاء مرت من معز محجوب، قابلها سعيد السعودي. هيثم مرابط ومدثر كاريكا، يكسب مدثر كاريكا ومحاولة المراوغة والدخول لمنطقة الجزاء. مدثر كاريكا يلعب كرة، فرصة خطيرة، جول! بشا يعدل نتيجة المباراة. هدف التعادل من بشا يسجل هدف التعادل بعد مرور دقيقتين من الهدف الأول. الدقيقة 29 مدثر كاريكا يراوغ، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، بشا يسجل الهدف الأول في المباراة لفريق الهلال، بينما الهدف الأول كان لفريق المريخ من سعيد السعودي. شوف إعادة في اللقطة لهدف المباراة، مدثر كاريكا مرر لبشا وبشا وضع الكرة في صالح فريق المريخ. كرة محكوسة عالية وتدخل بالراس ومرورة كرة، جول! بشا يسجل الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين من شوط اللعب الثاني. بشا يسجل الهدف الثاني له في هذه المباراة والهدف الثاني لصالح فريق الهلال. شوف الركنية المحكوسة داخل منطقة الجزاء، تحولت من بارديمبا خلف المدافعين، حولت في الزاوية البعيدة. بشا مسجل الهدف الثاني لصالح فريق الهلال. أصبحت النتيجة زرقاء بعد أن كان التقدم أحمر والتعادل أزرق. الآن الهدف الثاني يأتي من قبل فريق الهلال في الدقيقة 47 بعد مرور دقيقتين من شوط اللعب الثاني. بشا يطير عاليا، شوف يعني تمركز جيدا لهذا اللاعب. بارديمبا لعب الكرة في خط 6 ياردات ولعبها، يحول كرة لموسى الزوما، موسى تهيأ عن التسديد داخل منطقة الجزاء، جول! لسانة فاني يسجل الهدف الثاني لفريق المريخ. التعادل هدفين لكل فريق. ما هذه الإثارة في مباراة القمة اليوم في الدقيقة 69. الدقيقة 69 شوف كرة داخل منطقة الجزاء، لسانة فاني يسجل الهدف الثاني لصالح فريق المريخ، يعدل نتيجة المباراة 2-2. تقدم المريخ بهدف، عادل الهلال وسجل الهدف الثاني، عادل المريخ بهدف. نشاهد الآن في إعادة اللقطة 2-2، قمة مثيرة وخامسة له من خلال هذه المباراة. شوف التقدم لخليفة والانقضاض كان من الشغيل، ركلة الزاوية. واليوم يعني في هذه المباراة الركنيات والعكسيات سكرت خطورة على المرمى على فكرة. كرة محكوسة عالية تمر من رمز ثالث في المرمى، جول! بارديمبا يسجل الهدف الثالث لفريق الهلال. بارديمبا يسجل الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 77. كرة محكوسة داخل منطقة الجزاء. كنت أتحدث على أن الركنيات والعكسيات اليوم تشكل خطورة على المرمى. شوف هذه الركنية الخامسة لفريق الهلال، لعبة مرت من رمزي صالح، لعبة بارديمبا في المرمى مباشرة في الدقيقة 77. في الدقيقة 77 يتقدم الهلال على المريخ من جديد ب3 أهداف لهدفين. شوف العكسية والزحمة داخل منطقة الجزاء والجولة التكتيكية. الكرة مرت من رمزي
لصالح حارس المرمى، وقابلها باري ديمبا ووضعها في الشباك. هدف ثالث لصالح فريق الهلال. 3-2 كانت موجودة في الدوري الممتاز في المباراة التي جرت في موسم 2007.